السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، صديقاتي، أحبائي، حبيباتي، مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان راجل متوسط في العمر، متوسط في الناحية المادية اجتماعية، يعني ما هو غني ما هو فقير، متوسط يعني. كان عنده 3 بنات، الكبيرة اسمها فتيحة، والوسطانية اسمها دليلة، والصغيرة اسمها زهرة. الكبيرة فتيحة فنيانة فنيانة فنيانة، تفنين منها يهرب، واللي تحتها تحب الرقاد، تحب النعاس، تحب. أما زهرة الصغيرة ما شاء الله عليها، نسمة ريح، ما شاء الله، شاطرة 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 شاطرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. تغسل الطيب، تحلب البقرات، وهذوك تفنين قتلهم. الكبيرة من جهة فنيانة، ومن جهة تكبر حسب روحها، ما تمشيش فوق الأرض. والأخرى أعطيها كرشها بك تحب تاكل وترقد، تنوض غير وقت الغداء والعشاء وقت القهوة. والصغيرة الشغل تاع الدار قاع عليها، البقرات قاع عليها، عندهم واحد 6 ولا 7 بقرات، هي تنظف لهم هي. وهذوك البقرات دايرين لهم طفلة خدامة عندهم، تدي ترعى بهم وتجيبهم للكوري تاعهم. هذاك الكوري كبير ما شاء الله، فيه كل الإمكانيات. المهم واحد النهار هما يتغداو، وتجي هذيك الطفلة تجري: يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي، البقرات اختفوا. كيف اختفوا؟ قال لها: فهمينا وش معناتها اختفوا؟ ما لقيتهمش. قلت له: حوست 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 لا مرة تاعهم، وانا خايفة. جاب لي ربي البلاصة اللي راهم فيها البقر تاعك مسكونة، انا ما نزيدش نخدم من اليوم. قال لها: يا غبية وش راكي تهدري؟ وش معناتها مسكونة؟ انا خفت وخرجت تجري. قاو على خير، ما نخدمش عندكم. راح البنت الكبيرة هذيك اللي الفنيانة اللي تكبر، قال لها: فتيحة خرجي وروحي شوفي البقرات وش صار لهم. بدت: وش يديني انا درك، انا وش يديني انا درك. قال لها: قلت لك روحي، والله دوك نعطيك له، يلا. المهم راحت جابت سله هكذا، وبدات تعمر فيها من الماكله، تقول كان نطول ونجوع ناكل ثم، وش من تفاح، وش من فرامش، من زبده، رايب، البن، المطلوع، كل خير عمرتها بالسيف رفدتها. وراحت تمشي، وصلت البقرة تحوس، راحت للكوري تاعهم تحوس، الحظيرة تاعهم تحوس والو. بعد خرجت الدور، كنت نزيد نشوف حنا نواحي الكوري، بالك خرجوا من هربوا راحوا يصرحوا ويولوا. تسمع صوت: سلكوني راني طايح على وجه ربي، راني طحت في الواد، جبدوني سلكوني، شكون هنا؟ تسمع في الصوت، تبع في الصوت، تبع توصل شيخ كبير خزت فيه. انا قلت نهبط نسلك هذا اللي لابسه قاشر بيوضه ونقين ونوسخ روحي بالتراب وبالغرقه. درت روحها ما شفتوش وراحت وتختفي، عاد ما تبانش. بابا يستنى ساعه 2 3، راح لهذيك الفنيانه اللي تحب ترقد، اختها الاخرى: روحي. قالها: حوسي على اختك. مشي طولت، بدات تقول: وانا نروح. قالت لها: شوفي تروحي تحوسي عليها ولا دوك بالسبته. هاني رايحه. قالت له: هاني رايحه. المهم بدات هي ثاني سله، عمرتها بالخبز ومطلوع والبيض مغلي في الماء، وتفاح والبن والرايب الزبده. وراحت تمشي، قعدت في نص الطريق وهي قالت: نرقد شويه، اني تعبانه، بلكي نرقد شويه ونوض مريحه. رقدت شخرت رقدت، من بعد ناضت وراحت تمشي. راحت للكوري، ما كان لاخوتها للبق. وين راحوا هذو؟ وين راحوا؟ تحوس تعيط لاخوتها: فتيحه فتيحه.
تعيط على خوتها، تعيط والو. وبعد خرج بقات بالك هم هنا يدوروا بك البقرات تاعنا، بالك غير هنا دور الدور الدور تسمع في صوت سلكوني هاني طايح، انا شيخ كبير ما نقدرش، هاني طايح في الواد، شكون هنا شكون هنا يجي يسلكني يجي يطلعني من النهر. راحت تمشي تتبع في الصوت حتى وصابته الشيخ. قلت وش يهبطني في هذه الحدرة ونشده من يده ونطلعه، درت روحها ما شفتوش وتختفي هي ثاني. باباه مستنى استنى ولات العشية، راح لهذيك الصغيرة. ماشي راح ليها استغفر ربي، هي جات لي بابا قلت لخواتاتي باين باللي صارت فيهم حاجة، طولوا من اللي بعثت من الصباح فات الظهر وما جاوش. قالها انتي غبية ونخاف عليك وصغيرة. بصح كيفاه ندير، انا رايح للسوق درك، عندي صوالح في السوق. وروحي وردي بالك على روحك يا بنتي، ردي بالك على روحك، شوفي المهبولات هذو وشو اللي نبعثها تحصل ثم ما تجيش، روحي شوفيهم وش بيهم. راحت ما دتش بزاف معاها ماكله، حبه تفاح حبه بيض مرسو تاع فرماج، قرعه صغيره فيها حليب، قرعه صغيره فيها البن. وراحت تمشي وصلت للكوري تعيط لهم على خواتاتها، فلانه والو للبقرات لخواتاتها. قلت بالك خرجوا هنا يدوروا البقرات، بالك خواتاتي راحوا يجيبوهم يدرا وش كاين. راحت يدور حتى تسمع في الصوت، أني طاحت سلكوني على وجه ربي، خرجوني من هذا النار، أنا شيخ كبير ما نقدرش، أنا راجل كبير. قلت الشيخ مسكين وتهبط تجري، هات يدك هات يا عمي الحاج، هات يدك شد فيا طلع وتسلك وطلع. جبدته قالها صحيتي ربي يحفظك ربي يسترك. وتبدا الريح عاصفة في عز الصيف، الرعد التبروري الحجر نوخت من سما، حملة العباد تديهم. كي جبدته قالها روحي كاين كوخ هنا نتخباو فيه حتى تحبس النوم. تخباو فيه، قالت له بدا يرعش بالبرد، تصيب حوايج قدام هكذا بدات ترمي فيه معليه كوفيرطه، تقول له نشف روحك، نشف شعرك، نشف ما تمرضش بالزكام. بعد قالت لك جيعان، قال هاني ميت بالشرب. قالت هذا واش راهو عندي، حبه تفاح حبه بيض شويه البن شويه حليب. بدا ياكل يرعش شغل عنده سمانه ولا اكثر ما كلاش. ويضرب واحد البرق يصدع وتتغاشى ما جابتش خبر، تغاشت ما جابتش خبر. واحد مدة هكذا من الوقت وتفطن تصيب روحها في قصر ما شاء الله، هذاك السرير مزخرف، هذاك الفراش نقي. قلت انا وراني شكون اللي جابني هنا. جاتها واحد الخديمة قالت لها صباح الخير زهرة شراكي، قلت لاباس الحمد لله، شكون انتي؟ ما جاوبتهاش. راكي مليحة؟ رقدتي مليح؟ قلت لها ايه الحمد لله، بصح راني نستعجب شاد البلاصة، انا وش جابني هنا؟ شويه كذا وتجي خديمه واحده اخرى رفده، واحد الفستان يهبل من نوع الغالي، يلبسوا غير الملكات والاميرات، ومعمر بالاحجار الكريمه، باللويز بالذهب، بدك الخياطه الشابه تاع السلطانات. عجبها قالت هذا ليك، فرحت لي هذا لي يا ما شاء الله في حياتي ما لبست فستان غالي كما هذا. قلت لها تحبي تدوشي؟ قالت ايه انا نحب النقا. هداوها دوشوا لها، جبتوا لها شعرها مشطوه لها ولبسوا هذاك الفستان، ولات نور على نور، هي شابه وزادت. بعد هي قاعده وتشوف في المرايه مش مصدقه، وش هذا المكان، وش هذا اللبسه، شكون هذا الناس، انا وتجيبني هنا يا اخي، خرجت نحوس على خواتاتي. شويه كذا ويجي واحد الامير شباب يقول لسه مش نوضي وانا نقعد في بلاصتك. قلت له شكون انت؟ قال لها انا الامير، انا صاحب هذا القصر وهذا الخير كاع.
قالت له أنا وش جابني هنا بالصح؟ قال لها تشفي الشيخ اللي جبتيه من النار؟ قالت له إيه صح وراه. قال لها أنا هو. قالت له أنت هو؟ قال لها إيه أنا في الحقيقة أمير، وكاينة ساحرة شريرة دارت لي تعويذة تاع سحر، رجعتني شيخ كبير وما نشافش وضعيف والناس تحبنيش وقالت لي ما يروح لك هذا السحر وهذا التعويذة إلا إذا كان طفلة شابة وصغيرة وقلبها مليح عاملتك معاملة حسنة. قال حتى انتي جيتي جزاك الله خير، جبتيني من النهر ونشفتي لي شعري وعطيتي لي من الماكلة تاعك. راحت لي التعويذة. قالها حبيت نخطبك تقبلي تزوجي بيا؟ قالت له إيه نقبل. إيه قالت له يكون لي الشرف. المهم تزوج بيها وشاع الخبر تاعها في المدينة، ونروحوا لخواتاتها. خواتاتها فطنوا وصابوا رواحهم في الكورية ذاك راقدين. يا احنا وش رقدنا هنايا والبقرات ماشي محلوبين. قالت له اختي نحلبوهم يا قبل لا يضربنا بابا، طولنا على الأقل كي نحلبوا البقرات وندوا معنا الحليب بابا ما يزعفش. في هذاك الوقت باباهم راح للسوق وجا ويستنى فيهم. وين راحوا؟ قال هذا اللي نبعثها تحصل ثم ما تجيش حتى يشوف بناته، هذيك رفده بدون حليب وهذيك بدون. قال ما شاء الله وش صرا في الدنيا، بناتي زغدوا وخدموا وحلبوا البقرات وجابوا لي الحليب. دخلوا بناتي دخلوا. ومن هذاك النهار عاد الشغل كاع عليهم. قالوا له بابا احنا سمعنا باللي خوتنا صغيرة زهرة تزوجت بأمير. قال لها صح. قال لها من نهار اللي راح تحوس عليك ما جاتش. وكما يقولوا كل واحد يعطيه ربي على حسب قلبه وعلى حسب نيته، إنما ترزقون على نيتكم كما يقولوا. ووصلنا لنهاية القصة، وكما يقولوا هذه حكايتي حكيتها وعندكم خبيتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.